المخ البشري ده فيه 86 مليار خلية عصبية. تخيل معايا الرقم، مليار. 86 مليار خلية عصبية. تخيل ان ده هو عدد الخلايا العصبية فقط. بجانب الخلايا العصبية احنا عندنا على فكرة 10 أضعاف هذا الرقم من الخلايا المساعدة، أو الخلايا اسمها خلايا الصمغية، اسمها الجليال سيلز. عشان تحس معايا بهذا التعقيد، كل خلية عصبية بتتواصل مع عدد من 1000 ل10,000 خلية أخرى عصبية. يعني عارف ده معناه إيه؟ معناه أن أنا ممكن يكون عندي تريليون وصلة عصبية ما بين الخلايا العصبية وبعضها. تخيل أنت معايا أن ده أعقد بكتير جدا 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 من مدينة معقدة زي مدينة القاهرة كاملة. عشان الأعصاب دي تتواصل مع بعضها عندها وصلات عصبية. الوصلات العصبية دي دايما بيتحول فيها الخلية اللي هي الإشارة الكهربية تتحول لإشارة كيميائية، وبعد كده تتحول لإشارة كهربية تاني. هل هي دي اللي بيسموها النيورو ترانسميترز؟ دي بقى هي بقى النيورو ترانسميترز. يعني أنا جالي مستحث من الخارج، المستحث من الخارج ده يعني معناه إيه؟ هي الإشارة اللي جاية لي، سواء في صورة ضوء، سواء في صورة يعني ساوند أو يعني صوت، أو حاجة يعني لمس. درجة حرارة، لمس، أو أي حاجة. الحاجات دي كلها تتحول عند الحواس المختلفة إلى إشارات معينة. هذه الإشارات تتحول إلى إشارة كيميائية، وبعدين الإشارة الكيميائية تتحول إلى إشارة أيونية، يعني إشارة كهربية. بعد كده عشان أتواصل مع عدد معين من الأعصاب المجاورة أو الأعصاب المهمة اللي متخزن فيها معلومات معينة، لازم يبدأ يحصل نيورو ترانسميتر ريليس، وبعدين النيورو ترانسميتر ده يروح لمستقبلات عند العصب اللي بعد كده، وهكذا لغاية لما يحصل تنشيط اكسايتيشن لعدد من الأعصاب الكبيرة اللي هو الإثارة، الجزء الإثاري. تمام. بس المخ لا يملك ان هو يفضل يعمل إثارة لعدد كبير جدا من هذه الأعصاب. لازم يبقى فيه آلية ان انا ادوس فرامل. فالآلية دي بتيجي من نوعية معينة من الأعصاب اسمها الانتر نيورونز، اللي هي بقى بيأثر عليها الكيتامين، وبيأثر عليها انواع اخرى من المواد المخدرة. خليني اشرحها كده بطريقه خليني كده احاول اتخيلها بطريقه. أيوة. فاهم؟ ايوه، للطلب المتوسط طبعا. فاحنا دلوقتي اللي بيحصل ان في العادي ان الدوبامين بيطلع بليفل معين، ان هو بيخليك ان انت تستقبل شفت حاجه، شفت اكل، شفت ايا كان، فانت الاكل ده بيخليك من النيورو انت بتشوفه، فبتتوقع منه نسبه معينه من السعاده ومتعه. بالظبط. والاثاره. أيوة. ان انا ايه ده، انا اخيرا هاكل. حلو. بالظبط. فده اللي بيحصل، ان النيورو ترانسميترز او اللي جوه بيحصل ان هم بيقوموا قايلين ان يلا اتبسط، نروح ناحيه الاتجاه. بالظبط. فانت بالزبط. المشكله دلوقتي ان انت لو خدت كيتامين او خدت اي حاجه مهبطه للحاجات اللي بتقلل الاثاره دي، بتفضل انت في حاله اثاره هي شغاله 24 ساعه، هي يعني او شغاله كتير. يعني انت ممكن يكون شغل الكيتامين مثلا. الكيتامين بيشتغل على حاجات كتيره جدا على فكره. يعني بالمناسبه الكيتامين دخل دراسات سريريه يعني كمضاد للاكتئاب. بالظبط. يعني ما انا كنت هسأل اصلا السؤال ده. ايوه يعني بس هو اصلا مخدر، هو اصلا مهدئ للحصنه. هو الناس بتاخده اصلا اساسا كان هو ده السبب ان هو بدات الناس تجربه كريكرييشنال، يعني كحاجه بتدي هاي وبتدي نوع من انواع السعاده ومش عارف ايه، لان هو بيشتغل على حاجات كتير. بيشتغل على السيروتونين، وبيشتغل على الدوبامين، اللي هو دي كلها عباره عن نيورو ترانسميترز او يعني بواعث عصبيه بتزود الاحساس بالنشوه او بتزود الاحساس بالطاقه، وبتدي اكتيفيتي اكتر من اللازم. فعند الدرجات المختلفه من مستويات الكيتامين ودراجز تانية، يعني لان برضو كل ده بيصب في حته اللي هو المستقبلات الافيون او الاوبيويد ريسبتورز يعني. وده كله في النهايه يؤدي الى حدوث احساس مستمر بالنشوه عند درجات معينه من الاستثاره. لو استخدم بشكل مبالغ فيه بيبدا يضرب في نظام التثبيط، نظام اللي هو الفرامل بتاعك، اللي هو يؤدي الى حدوث بقى هلوسه. طب ايه علاقه الهلوسه بالموضوع؟ ما هو بقى هنا القصه بتاعت الشيزوفرينيا. قصدك؟ لا، ايه علاقه الهلوسه بان انا عندي حاله ان انا كاني مستني نشوه اكتر؟ علاقه ده ان انا هلوس؟ لان انت ضربت في المثبطات ان هو نظام الفرامل.
نظام الفرامل هنا هو ده النظام اللي بيقول لك بص راجع على المدخلات الحسيه اللي انت بتتكلم عليها، قارن ما بين اللي انت متخيله في دماغك وما بين اللي انت شايفه حواليك. فبيبدا النظام التثبيت، نظام الفرامل ده لما بيتضرب بتبدا انت مخك بيخرج عن نطاق السيطره وبيبدا يشوف اشياء هي غير موجوده، وبيسمع بيفقد التوازن اللي احنا قلنا التوازن، وبيسمع اشياء مش موجوده، وبيشوف حاجات مش موجوده.